اول وصفه معانا هي اقتصاديه من الدرجه الاولى وفي نفس الوقت طعمها خطير. هنعمل الكشري بالعدس الاصفر او الكشري الاسكندراني مع دقه الفلفل الحراق. بجد يا جماعه خطيره. انا هنا بديكم افكار 15 اكله في 15 يوم او ال 15 يوم في الشهر. تاخدي بقى الافكار اللي تعجبك. عايزه اقولك فيها اقتصادي، فيها لحمه، فيها فراخ، بس يعني لما نيجي للحق كل الوصفات اقتصاديه بجد. وانا مش مجرد بس مدياكي افكار، لا، انا مدياكي فيديو فيه افكار وفي نفس الوقت طريقه سريعه كده لكل فكره، يعني تذكره كده لو ناسيه حاجه. اول حاجه عملنا الكشري اللي بالعدس الاصفر بالطريقه العاديه خالص، اللي هو حطينا الرز مع العدس. عملنا شويه بصل حمرناهم في الزيت وبعدين شلناهم من الزيت. بدات ان انا انزل بالعدس بالرز واديتهم شويه ملح وكمون بسيط وشويه ميه وبدات ان انا اغطي عليهم. بعد كده جبت طاسه فيها معلقه زيت، حطيت فيها فلفل حراق، شطه لازم يبقى حراق، شوحت الفلفل كويس جدا وبعدين بعد كده بنزل عليه بقى بالدقه الخطيره والحبشتكنات بتاعتنا. الدقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن توم وكمون وكزبره. الحاجات دي بتنقله نقله تانية خالص. بعد كده ببدا اشوح كله في بعضه. عندك حل من الاتنين، يا تحطي طماطم عصير تقطعيها، بس عادي انا يعني حطيت الاتنين تمام. حطيت هنا دي معلقه من الصلصه، كانت اخر شويه في البرطمان، فانا حطيت عليهم ايه شويه من الميه وبعدين بعد كده قطعت طماطميه بالشكل اللي احنا شايفينه وهنغطي عليه ونسيب كل ده يتسبك تمام كده. بعد كده بتظبطي الملح. لما الطماطم تتسبك كويس جدا هبدا ان انا اديها شويه ميه صغنطاطين كده علشان يديني صوص اهو زي ما احنا شايفين كده. هبدا اقلبهم كويس جدا على النار واسيبهم يغلوا. الفلفل بيكون طعمه خطير والطماطم وكله شرب من بعضه. الصوص اللي نازل ده بجد يا جماعه تحفه جدا. كل اللي انا عملت معاها شويه بطاطس محمره وشكرا على كده. تقدري تسلقي معاها بيض، دي حاجه ترجع لك، بس انا شايفه ان هي وجبه جميله وفظيعه وانا بعشقها بجد. بعد كده الوصفه اللي بجد بجد يعني خطيره، مفيش حد ما بيحبهاش، ومن احسن ومن اجمل الوصفات اللي ممكن تعمليها لو انت مش عندك اي حاجه خالص. هتجيبي نص كيلو من دي او كيلو من دي لو انت عدد افراد اسرتك كبيره، وهتعملي عجينه بيتزا خطيره زي اللي احنا عاملينها دي. بصوا مفرغه بجد تحفه. يلا هنعملها من الاول للاخر. اول حاجه معايا بصل وتوم وطماطم، حط عليهم زيت، يفضل زيت زيتون بس ما فيش عادي، انا هنا حاطه زيت عادي. تحطي ملح، هتحطي زعتر تمام كده. طبعا تقدري تشوحيهم على البوتاجاز او تقدري تحطيهم يتشووا كده تحت الشوايه. انا بصراحه حطيتهم على عين البوتاجاز من فوق، بس يفضل تحطيهم يتشووا كده ياخدوا لون من الشوايه. بعتذر بقى على الاصوات الفظيعه اللي حواليا دي، مش عارفه اروح فين بصراحه، يعني فاضل لي تكه وانزل تحت السرير بس برضه هيعملوا دوشه. يلا بينا نكمل الوصفات بتاعتنا. بعد كده جبت هنا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه صغنطوطه من الملح وحطيت عليه زعتر وسكر، وطبعا عملت الخميره بالسكر على جنب كده. ولو عندك لبن رايب تقدري تعجني بيه، هتكون تحفه جدا تمام كده. بدات ان انا اسيبها تخمر، طبعا الجو نار هتخمر في ثواني، وبتقسميها بقى براحتك وبتحطيها زي ما انا عملت كده وبتبداي ان انت تفرديها تمام كده. لو انت لقيتيها ان هي ما بتفردش معاكي بسهوله عادي بتسيبيها شويه وتريحيها وترجعي لها تاني تمام كده. بتبداي ان انت تفرديها كويس جدا. انا بصراحه بفضل ان انا اعملها في صاج كبير مره واحده وتدخل مره واحده وشكرا على كده. حتى لو هتعمليها كذا طعم عادي جدا ممكن اقسم الصاج واعمل فيه كذا طعم جنب بعض، ما فيش اي مشكله. بعد كده ببدا ان انا اخرمها من النص تمام كده، وعادي ما تخافوش ما تقلقوش هتعلى وهتنتفخ وهتبقى خطيره. تحطي بقى اي توبنج انت عايزاه. انا هنا حطيت بصل وطماطم وزيتون واي حاجه وفلفل مخلل بقى من عندك، مش لازم الحاجات اللي انا حطيتها، حطي اي حاجه. عندك بقى حته فرخه ناشفه ما حدش راضي ياكلها، عندك علبه تونه تقدري تحطيها، اي حاجه انت حباها تقدري تحطيها. بتحطي بقى على وشها اي نوع جبنه عندك. مش لازم جبنه موزاريلا على فكره، بس عادي يعني ممكن نجيب في انواع كده. الكيس ب 130 جنيه كيلو، تقدري تجيبيه وتعملي الصوص الاقتصادي او الجبنه الموزاريلا الاقتصاديه. هبقى انزلها لكم ان شاء الله فيديو لوحدها. وبعد كده بتطلعيها من الفرن بتبداي تقسميها. ممكن تحمري جنبها شويه بطاطس، ممكن تعملي جنبها شويه كاتشب، بتكون خطيره والولاد بيعشقوها ومفيش حد ما بيحبهاش. وتقدري تعمليها كده نهايه الاسبوع تلمي كل الخضار اللي عندك في التلاجة. يلا بينا الوصفه اللي بعد كده، هي اجنحه الدجاج المقرمشه. مفيش اطفال مفيش ولاد ما بيحبوش الفراخ المقرمشه. معايا هنا ده لبن رايب، يعني في الصيف اللبن للاسف بيروب في ثواني. هتاخدي كده اللبن هتستفيدي منه معجنات بقى، وصفات، تتبيلات، حاجات جميله. تاخدي اللبن بتاعك هتحطي عليه ملح، هتحطي فلفل اسود، هنا معايا كركم، لو في حبهان مطحون بتاخدي رشه حبهان صغنطوطه، دي كده معلقه من النشا.
معاكي طبعا احنا بنحط التوابل او الكميه بتاعه اللبن الرايب على حسب عندك اجنحه قد ايه، او ممكن ما تعمليش اجنحه، ممكن تعملي فراخ عاديه، ممكن تعملي بانيه زي ما انت عايزه. انا هنا بدات ان انا اخف الصوص بتاعي او الخليط بتاعي بيه شويه من الميه. بعد كده بجيب الاجنحه منضفها واوقعها كويس جدا وابدا اشرحها بالسكينه. تمام كده. بعد كده ببدا ان انا اخدها واتبلها في التتبيله اللي احنا شايفينها دي. التتبيله دي بتبقى بديل للبيض، وفي نفس الوقت بتكون خطيره خطيره. تنقعي فيها الفراخ كده، مش يعني عادي ممكن تحطي، لو انت هتحطي بيض حطيه في دلوقتي يعني في الخلطه دي. انا طبعا هنا مش هستخدم الخلطه دي غير كده بس، فعادي ممكن تجيبوا مثلا البيض وتحطوه، ممكن ما تحطيش بيض زي ما انا عملت كده، ممكن ما تحطيش اللبن على فكره، بس اللبن الرايب ده بيدي طراوه خطيره للفراخ. تمام كده. بعد كده جبت خليط من الفيجيتار، خليط من ممكن تجيبي دقيق وتتبليه بنفس التوابل بتاعه الفراخ اللي احنا حطيناها، اللي هو عباره عن ملح، فلفل اسود، حبهان، كركم، توابل فراخ بقى. لو انت عندك اي توابل فراخ ممكن تحطيها، وتبداي ان انت تحطي، بس في الحاله دي هتحطيه في كيس وترجيه كويس جدا عشان يديكي التجزيعات اللي بتكون على وش الفراخ. زي ما انتم شايفين ده تقريبا كان الفيجيتار اللي هو بيتباع اكياس تقريبا او بتاع ماي واي، حاجات من دي. برضو بيدي طعم حلو قوي، بس انا مش بتحتاجي تتبلي ولا اي حاجه، هو بتستخدميه هو بس. تمام كده. كل اللي انا عملته انا هاخد الجزء كده بتاع الفراخ او الاجنحه او ايا كان، وهبدا ان انا اعمله بالشكل اللي احنا شايفينه ده في الخلطه، وطلعيه من الخلطه بتحطيه في الفيجيتار او الحاجه اللي احنا هنعمل فيها. وبعدين ببدا ان انا احمره في زيت سخن، ينزل على زيت سخن جدا، ياخد صدمه بس من الجنبين، وبعدين بنهدي النار للنص. تمام كده اهو زي ما احنا شايفين، هدينا النار للنص علشان يبدا يستوي معايا. تمام. انا بصراحه بحب ان انا احمرهم في حله تكون عميقه، وبعد ما هدي النار للنص ببدا ان انا اغطي عليهم لحد لما يستووا تماما، وبعدين بعد كده ببدا اكشف الغطا وابدا اعلي النار عشان يرجعوا يقرمشوا تاني. تمام كده. بصوا كده هي سخنه مولعه، بس انا عايزه اوريكم بس ان الاجنحه من جوه مستويه وما فيهاش دم وما فيهاش اي حاجه. بصوا القرقوشه والعضمايه بيضه وزي الفل. انا هنا مسكتها لكم كده بقطعه من التوست علشان بس ايه سخنه بجد. هوريها لكم. بصوا والطبقه حتى الكراست اللي عليها من بره، برغم ان احنا عمالين نقطع كده بس برضو متماسكه ومقرمشه وخطيره. عايزاكم بقى وانتوا بتطلعوها كده تحطوها على شبك، يفضل الشبك احسن من المناديل. انا هنا عملتها جنب رز وفاصوليا، طبعا مش متماشيين مع بعض بس عادي جدا، تقدروا تقدموها مع اي حاجه، رز بسمتي، اي حاجه انتوا عايزينها وبتفضلوها. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده. احنا هنا طبعا عملنا اول يوم عملنا الكشري وعملنا البيتزا وعملنا الاجنحه، اعتقد ان دي كلها وصفات اقتصاديه. تعالوا بقى نعمل اكله حرشه كده انا نفسي بعشقها، ولادي كمان بيحبوها جدا. معايا هنا السمك البوري، انا جبت سمك كده ونضفته وظبطته، وهنعمل مع بعض تتبيله وحشوه خطيره بجد بعشقها. تقدروا تعملوها لو انتوا فاتحين سمكه سنجاري، نفس الحشوه والخلطه دي بتكون خطيره. معايا طماطم مبشوره، بصل مبشور، معايا فلفل يعني مطحون كده مع الثوم، وبدات ان انا احط ملح كزبره فلفل، لا ما بحطش للسمك فلفل اسود، ملح وكزبره وكمون وبس. تمام كده. عصرنا بقى ليمون كتير. بعد كده هاخد الخلطه اللي انا عملتها دي وابدا احشي السمك بتاعي. انا بحشي الحشوه دي للسمك المشوي، بعمل الحشوه دي للسمك السنجاري، ولكن اوقات كتير في السنجاري ببدا ان انا اديها تشويحه كده على البوتاجاز بتكون اطعم بكتير، ولكن السمك المقلي بعمل له دقه تانية. تمام كده. هنعمله برضو في نفس الفيديو دلوقتي. جبت رده وبدات ان انا اعمل السمك بتاعي فيها. زي ما شفتوا كده خدنا السمك وخرجنا، شغلنا بقى الشوايه بره على الفحم، خطيره يا جماعه، الريحه بجد واصلالي حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا السمك البوري معروف ان هو بيبقى سمكه سمينه، بتقعد بقى تنزل السمنه بتاعتها وحاجه خطيره كده. كل اللي انا عملته جبت صينيه وبدات ان انا ارش عليها، عملت خلطه كده من الملح، الشطه، الكمون، بتكون خطيره. بتطلعوا كده السمك بتاعك ترصيه وترشي عليه من الملح والشطه والكمون ده، بس حاولي انت ترشي رشه بسيطه علشان ما يحتقش منك، لان انت بتحطي طبقه فوق طبقه فوق طبقه. تمام كده. هنسيب بقى السمك هناك يتشوي ونيجي نعمل شويه رز صياديه. طبعا الرز بتاع الصياديه بنعمل البصلايه وبنحمرها، البصلايه بين الحرقان وبين الطعم الخطير في
يعني سيكه صغنطوطه كده، فلازم نفضل واقفين جنبه لحد لما ياخد اللون الجميل. وبنسوي الرز بالطريقه العاديه بتاعتنا، وعملنا شويه سلطه، وتقدروا تعملوا طحينه جنبها زي ما انتوا تحبوا، بس هو بجد السمك ده مبقاش محتاج جنبه اي حاجه، شويه رز وبس. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، نرجع تاني لوصفاتنا الاقتصاديه. انا هنا هعمل صينيه مسقعه خطيره، يعني بجد انا بعشق الاكلات دي. جبت بتنجان ده في واحده طلعت مبذره والتانية طلعت حلوه، بس عادي مفيش اي مشكله. هنرشها كده بالملح وبالزيت، وقلبتهم كويس قوي بالزيت، وحطيتهم في الاير فراي. تقدروا تحطوهم تعملوهم على الطاسه من غير زيت برضو عادي برشه بسيطه، ممكن تحمرهم بالطريقه العاديه خالص مفيش اي مشكله. قطعنا بقى بصل، قطعنا بطاطس، قطعت طماطم، معايا طماطم وتوم وفلفل، كل الحاجات الجميله دي. برضو الاكله دي تنفع معانا نهايه الاسبوع، اللي هو بنلم كل الخضار التبلان اللي في التلاجة بنعمل منه اكله جميله. خدت الطماطم مع التوم وضربتهم في الخلاط وركنتهم على جنب. نزلت في الطاسه بتاعتي بالبصل ومعاه الفلفل، وكمان قلبت معاهم البطاطس، ورشيت عليهم رش دق يعني فلفل مدقوق مع توم، تمام كده. ونزلت عليهم بمعلقه من الصلصه والطماطم، وحطيت لهم كده شويه من الميه، وسبتهم يتسبكوا مع بعض. اول حاجه معايا زي ما شفتوا البتنجان بتاعنا، بدات ان انا ايه ابص عليه كده ان انا اقلبه. هنا شايفين طبعا الحركات والتكات، حاجات بتتقطع لوحدها. الاكله دي بجد خطيره. قطعت كده سلطه بصل مع فلفل مع طماطم، بدات احط عليهم طحينه حمراء اللي احنا عملناها برضو مع بعض قبل كده. عملت شويه فول بالصلصه، خطير خطير خطير، وطبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. سخنوا بقى شويه عيش، ويفضل بقى ان احنا نجيب عيش طازه. المسقعه دي انا حطيت معاها البتنجان، وبدات ان انا احطها في الفرن، شغلت الشوايه بس تاخد لون، تمام كده، وتقدميها وبألف هنا وشفا. تعالوا بقى نعمل وصفه. يعني عايزه اقول لكم ان انا خدت 8 كيلو، يعني نص الربع، بجيب ربع كيلو مفروم واقسمه 2. انا خدته هنا عملت فيه ايه، حطيت معاه بصل وعصير طماطم وهريسه شطه، وتبلته بقى بملح وفلفل وبهارات فراخ، سوري بهارات لحمه. بعد كده بدات ان انا اجيب الصينيه بتاعتي وادهنها طحينه، بتدي نوع طحينه، بتدي تطعيمه خطيره. بعد كده جبت بطاطسيه واحده صغنطوطه او اي كميه بقى، يعني الخضار دي بتاعتك انتي. ببدا ان انا احط خضار زي ما احنا شايفين كده، بصوا كل شويه هشيل واحط واشيل هفرفت كله في الاخر. بعد كده بحط بطاطس، وبحط بصل، بحط شرايح فلفل. ما بحبش البتنجان في الاكله دي، هي دي اسمها كفته تركي، تمام. هبدا ان انا اعملها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابدا ان انا افردها كده على وش البطاطس. وما تقلقوش، اللحمه والبصل والخضار اللي احنا هنحطه هينزل ميته، والبطاطس هتستوي على الميه بتاعه الخضار، تمام كده، ما تقلقوش. وكمان اللحمه كده هتنزل نسبه الدهون بتاعتها، والطماطم والحاجات اللي احنا حطيناها فيها على البطاطس هتديها تطعيمه خطيره. عايزه اقول لكم الوصفه دي تنفع عزومات، تبقى خطيره. هنا عملت لها خلطه كده هسقيها بيها، معايا طماطم، معايا صلصه، ملح، فلفل اسود، بشره جوز الطيب، وبدات ان انا جرنشها كده بشويه حبشتكنات، مش لازم خالص الحاجات دي، بس تمام هيدينا طعم حلو. بس خلي بالكم ان الزيتون ده فيه ملح، ولو احنا كنا مزودين الملح او ظابطينه حتى، والزيتون ده هينزل ملح، فبالتالي الوصفه بتاعتك هتبقى حادقه. بس انا هنا اللي كنت ظابطه الملح في الفراخ في اللحمه، ايوه، بس تحت حاطه بطاطس وما بهرتهاش، فبالتالي البطاطس هتشرب الملح ده كله، مفيش اي مشكله. خدت كده خليط الصلصه بالطماطم، ودهنته كده على وشها زي ما انتم شايفين، بطاطس مستويه مهريه خطيره خطيره خطيره. قدمتها كده مع عيش مع شويه من الكاتشب، خطيره، عجبت الولاد جدا. تقدري تعمليها وصفه اقتصاديه وسهله وبسيطه عادي، تقدري تعملي جنبها رز ابيض، بتكون برضو خطيره. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده، علشان بجد الفيديوهات دي بتجوعني، الوصفات دي انا بحبها قوي. بعد كده عندك جبتي بقى فراخ الشهر، جبتي فرخه كل اسبوع، جبتي الفراخ زي ما بتجيبي، هتاخدي بقى الكبد والقوانص بتاعتها، تظبطيهم كده في كيس وتحطيهم، تمام، جمعتيهم، تمام. ممكن بقى اخر الاسبوع، اخر مثلا 10 ايام، ممكن مره في الشهر او مرتين في الشهر على حسب، او ممكن انت بقى تشتري الكبد والقوانص بتاعتنا، هي ما بتبقاش غاليه وبتبقى جميله وبتعمل معاكي كميه حلوه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي انا كنت مش من محبين الكبد والقوانص بتاعت الفراخ، بجد مهما عملت فيها ما كنتش بحبها، بس بجد لما عملتها بالطريقه دي خطيره يا جماعه، خطيره. طيب هنا عملت ايه، فاكرين الزيت اللي احنا بنحطه بقى على هريسه الشطه والحاجات دي، انا خدت منه شويه، بيكون بقى شارب من كل الطعامه والجمال ده، وحطيت معاه شويه زيت تانيين. بدات انزل بالبصل اشوحه كويس جدا لحد ما يدبل معايا،
تمام. عايزه اقول لكم لو انتوا عندكم بصل ابيض هيكون احسن من الاحمر كمان، لان الكبده بتبقى خطيره بالبصل الابيض. ونزلت بقى معاها ب فلفل الوان، فلفل اخضر، اي نوع فلفل موجود عندك مفيش اي مشكله. هنشوح الخضار كويس جدا لحد لما يدبل معايا. تمام كده، هنشيله من الطاسه. بعد كده هبدا ان انا اجيب الكبد والقوانص بتاعتي، هغسلهم كويس جدا واحطهم في مصفى. تركة ان انت تحطيها في مصفى وتنزل كل حاجه فيها، دي بتخلي الموضوع ما فيهوش زفاره نهائيا، بجد بتكون خطيره وريحتها جميله. ما تقلبيش كتير عشان ما تتهريش منك، لازم تنزل على طاسه سخنه جدا علشان ما تنزلش ميه، الميه اللي بتنزل دي هي اللي بتسبب الزفاره. تمام كده، بدأنا ان احنا نقلبها اهو، خلاص هي خدت لون من كل الجوانب. هرجع بقى الخضار عليها تاني. تمام كده، هنقلب بقى كله مع بعضه. يا بقى لو انت عندك صويا صوص تحطي معلقه صغنطوطه كده. تمام، بتدي نكهه رهيبه للكبد والقوانص دي. تمام، هنبدا بقى نبهرها. تحطي ملح، تحطي فلفل اسود بسيط جدا لان الكبده بتحب الكمون اكتر. هتحطي مثلا فص ثوم، تقلبيهم كويس جدا مع بعض، بتكون خطيره. لو انت عندك بهارات كبده تقدري تحطي رشه بسيطه من بهارات الكبده. شايفين الجمال؟ خضار بقى وقيمه غذائيه والطعم خطير. انا هنا قدمتها مع مكرونه محمره مع شويه من الطحينه، وكمان مع قطعت معاها طماطم وخيار. تقدري تجيبي معاها مخلل وكيس شيبسي وتعملي سندوتشات للولاد او تاكلوها بعيش زي ما انت حابه ممكن تعملي، بس كان طعمها خطير. تعالوا بقى نشوف الوصفه بتاعتنا اللي بجد بجد تحفه جدا، هي البفتيك الكداب. الوصفه دي بسيطه برضو، تقدري من ربع كيلو لحمه واقل. عايزه اقول لكم ان الكميه اللحمه بتاعتي دي اقل من ربع كيلو، هي مش ربع كيلو خالص. هاخد معايا بصلايه صغنطوطه، هاخد معايا قرن شطه، يعني احنا بنحب الحراق دي اختياري، عايزاه يبقى ناعم جدا جدا جدا. تمام كده، بعد ما ضربتهم هاخدهم في المصفى واصفي الميه بتاعتهم، وبعدين ارجعهم الكبه تاني. وبعدين هاخد الفراخ عادي، لو احنا عندنا فراخ ممكن نعمل الاكله دي برضو عادي جدا. بعد كده هبدا ان انا احط اللحمه المفرومه وابدا اضربها كويس جدا. انا عايزاها تبقى عجينه اللي هي مطلعه خيوط. تمام كده، ومعايا هنا بطاطسايه. تمام، بطاطسايه سلقتها، هنا البطاطس مسلوقه يا جماعه. وبعدين بعد كده بدات احطها على اللحمه اللي انا ضربتها مع البصل لحد لما الدنيا عجينه زي ما انا قلت اهي، عامله خيوط وطريه وناعمه. بصوا العجينه متماسكه. خلي بالنا ما نزودش البطاطسايه، يعني هتزودي لحمه خلي البطاطسايه برضو زودي حاجه بسيطه علشان ما تبقاش سايحه منك. ويفضل ان انت ما تقطعيش البطاطس زي ما انا قطعتها علشان بتشرب ميه، يفضل انت تحطي البطاطسايه على بعضها. بصوا كده، بنجيب كيس بنقسمها بقى بالشكل اللي احنا عايزينه. بنجيب كيس وبنفرد كده الكرات بتاعه اللحمه بتاعتنا بين الاكياس كده، وبتبداي ان انت تكوني مجهزه بيض وبقسماط. يعني عادي مش لازم بيض، ممكن تعملي خليط البيض اللي هو الكداب اللي احنا بنعمله، اللي هو عباره عن نشا ولبن رايب وتظبطي اهو. بص هنا انا هعمل هنا خليط الكداب، ما عملتش لبن رايب، كمان عملت نشا وحطيت معاه شويه من الميه، وبتبداي تحطي البهارات بتاعتك ومعاكي الفيجيتار بتاعك. تمام كده اهو. بس خلي بالكم ان انا دخلتها الفريزر جمدت جدا، يعني انا خدت اللحمه شكلتها وبعدين دخلتها الفريزر لحد ما جمدت. زي ما انتم شايفين اللحمه ماسكه نفسها ازاي، يعني مش طريه، هي مجمده في الفريزر. تمام، يعني مش قادره اوصف لكم حلاوتها وجمالها والكميه اللي طلعت منها، بجد خطيره. طبعا زي ما قلنا الوصفات كلها اقتصاديه، يعني حد ينكر بقى ان دي مش وصفات اقتصاديه. بعد كده بتاخديها بتفرديها برضو في الفريزر وبتطلعيها وقت ما تحتاجي. بتطلعيها ما بتسيبيهاش تفك، بتطلعيها على الزيت بيكون درجة حرارة متوسطة. تمام كده، زي ما انتم شايفين انا قدمتها مع عصير ده كده كركديه تقريبا، ومعايا الكاتشب، ومعايا بطاطس محمره ومكرونه حمراء. تقدري تقدميها باي طريقه انت حباها. على فكره تقدري تجيبي عيش فينو وتعمليها سندوتشات للولاد، بتكون خطيره خطيره خطيره. شايفين القطعه متماسكه قمر، حجمها محترم. للعلم تقدري تعمليها في عزومه، بتكون خطيره ومشرفه لان هي ما بيبانش فيها طعم البطاطس نهائيا، لان احنا زي ما شفتوا احنا كميه اللحمه بالنسبه للبطاطس ما كانتش كتير، والبطاطس حاجه مفيده مش حاجه وحشه، والبطاطس عادي مش هتطلع مش هيديكي طعم بطاطس، بالعكس
الوصفه اللي بعد كده دونر كباب. احنا هنعمل الدونر كباب وهنعمل العيش والكاتشب والمخلل. فالفيديو ده بجد دسم رهيب، بجد فيديو خطير. معايا هنا البصل، هبدا اضرب البصل كويس جدا لحد لما يبقى ناعم معايا. لو انت بتعملي لحمه مفرومه ومش متاكده منها ان هي تبقى كويسه بتمسك يعني ولا لا، فيفضل ان انت تطلعي البصل وتصفيه. انا هنا حطيت 3 معالق كبار من البقسماط، ده تقريبا كان ربع كيلو من اللحمه. بدات ان انا ابهر اللحمه بتاعتي ملح، فلفل اسود، جوز الطيب، او ممكن كبابه صيني، وهلفها زي ما شايفين كده. هحاول ان انا اطلع منها الهواء على قد ما اقدر عشان تبقى قطعه واحده ومتماسكه. تمام كده. هنا في المرحله دي هاخدها بقى احطها في الفريزر. تعالوا بقى نبدا نجهز العيش معانا. انا هنا كل اللي انا عملته، العيش هو عباره عن دقيق وميه وملح وبس. عندك لبن رايب تقدري تعجني بيه، بيكون اطعم كمان. عندك معلقه قشطه تقدري تحطيها، عندك معلقه زبده عايزه تحطيها، تمام. بس هو العجينه دي اصلها، او العيش الصاج اصله ان هو عباره عن دقيق وميه وملح وشكرا على كده. تقدري تحطي له رشه سكر عادي برده، مفيش اي مشكله. تبداي انت تقسمي العجينه زي ما انت عايزه وعلى حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا هعملها سندوتشات صغنطوطه كده، مش عايزاها كبيره. طبعا العيش الصاج لازم يكون رفيع جدا جدا، طبقه رفيعه، مفيش ارفع من كده. هبدا ان انا اقسمها، هسيبها ترتاح برغم ان هي ما فيهاش خميره ولا فيها ماده رفع، بس لا، لازم نسيب العجينه ترتاح. بعد كده بتعملي خليط من الزيت والنشا. بتبداي ان انت تاخدي، انا علشان يعني ان انا افرد 4 او اكتر مع بعض، لا، الموضوع بالنسبه لي بيبقى رخم شويه. وبصراحه انا ما كنتش حابه ان انا اقعد اقص واشيل الزوايد وارجع اقص تاني، موضوع رخم. فاحنا اللي هناكل في البيت بيتدرى كل ده في الاخر. هتشوفوا دلوقتي ان انا دريته. انا عملت هنا المخلل السريع، غليت ميه، حطيت الجزر والفلفل، سوري، الخيار والفلفل، وحطيت عليهم ملح وحبه البركه، وحطيتهم على البرطمان كده، وحطيت عليهم ميه مغليه وغطيت. سيبيهم بقى على جنب 10 دقايق ربع ساعه بكتير، بيكون استوى معاكي وبيكون زي الفل. دي كده الدونر كباب ما كانتش لسه جمدت على فكره، كانت لسه طريه، كانت لسه خارجه من الفريزر بس طريه، ما لحقتش طبعا. هبدا ان انا اقطعها زي بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. لازم يكون سكينه حاميه. وبعدين بعد كده بدات ان انا اسوي منها. بصوا هنا انا بقول لكم كله هيتدارى. بصوا هيتدارى ازاي اهو. كل اللعبكه اللي في الجنب دي اتشالت. ليه بقى اقعد اوجع في قلبي واقص واقطع واعمل؟ لا لا، ملهاش لازمه بجد. بصوا كده، بحط طماطم، بحط خيار المخلل، بحط كاتشب. الكاتشب ده انا اللي عاملاه، لو عايزين طريقته اكتبوا لي في الكومنتات هنزلها لكم. عايزه اقول لكم طريقه اقتصاديه وسهله وبسيطه جدا. عارفه ان الفيديو طويل شويه فمعلش، بس انا بجد حابه ان انا يعني لما انزل وصفه مش مجرد بس فكره، لا، لما انزل لكم الفكره تبقوا عارفين الفكره حتى بتتعمل ازاي، حتى لو بطريقه اقتصاديه، طريقه بسيطه يعني. اتمنى بس الفيديو يعجبكم وما يكونش بقى غلس وطويل. ولو انتم مش حابين ان انا انزل الطريقه مع الفكره، قولوا لي في الكومنتات وانا بعد كده انزل لكم مجرد بس افكار الوصفه النهائيه وبس. هنا زي ما قلت لكم انا معايا سمك هقليه، معايا طبعا البصل ده هنعمل بيه الرز، ومعايا فلفل وشطه وهريسه وتوم. التوابل بتاعه السمك هي عباره عن ملح وكمون وشطه وكزبره. انا عملت الخلطه بتاعه الحشو بتاعه السمك المقلي، هي عباره عن فلفل وتوم وكمون وملح وكزبره وبس على كده. جبت برضو التوابل، خلطه التوابل دي انا بعملها وبستخدمها بقى في كل حاجه، الرز والسمك والدقيق وكله كله كله تمام. يبقى احنا حشينا السمك من جوه، وبدات ان انا ابهر الدقيق كمان، وبدات ان انا اعمله في الدقيق زي ما احنا شايفين كده، وهنحمره في الزيت بالطريقه العاديه خالص. هنعمل شويه رز صياديه، هنجيب البصل وننزل عليه بالزيت، ونفضل نحمر فيهم كويس جدا لحد لما ياخد لون قمر كده معايا. زي ما قلت لكم خلي بالكم من الرز الصياديه، في شعره بين الحرقان وبين اللون الجميل بتاع الرز اللي احنا عايزينه. هبدا ان انا اقلبه كويس جدا، وعايزه اللون يطلع كويس. تكوني مجهزه جنبك الميه، وتبداي ان انت تنزلي على البصل، يبدا ان هو يغلي مع البصل. ما تغلي مع البصل هيديكي لون رز خطير وطعم اخضر. هنا الطاسه كانت صغيره شويه على السمك بس مش مشكله. نعمل شويه سلطه خضراء بقى، اللي هو عباره عن بصل وفلفل وخيار وطماطم. عندك بقى شويه خضره، عندك شويه جرجير، اغسليهم وحطيهم، تمام، مش هيخسروا. شايفين الرز خطير خطير. هنا الرز اتشرب، خلاص هنهدي عليه ونسيبه لحد ما نكمل باقي حاجتنا. بعد كده نعمل شويه طحينه.
لو انت حابه تعمليها تمام، لو مش حابه برضو يعني مش مشكله. بس السمك بيحب السلطه وبيحب الطحينه والحاجات الجميله دي. وبكده نكون خلصنا كمان ادي وصفه من الوصفات، سلطه خضراء وسلطه طحينه والسمك المقلي، ومعايا الرز الصياديه. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. انا من عشاق الوصفة دي، وصفة اقتصادية من الدرجة الاولى. حرفيا انا محتاجة معلقتين 2 بس من اللحمة المفرومة، ولو مفيش اي مشكلة، بس هي بتبقى خطيرة بصراحة. هنبشر بصل، انا عايزة هنا بصل مبشور على المبشرة، هحط له ملح فلفل اسود وهشوحه كويس جدا على النار. بعد كده هجيب لسان عصفور، اي كمية بقى على حسب عدد افراد اسرتك. هتجيبي بصي حرفيا هما معلقتين كبار من اللحمه المفرومه، تبداي تقلبيهم كويس قوي مع البصل، وتحطي بقى اي خضار انت عايزاه. معايا هنا فلفل متقطع حراق، معايا فلفل الوان، هحطهم واقلبهم كويس قوي. وبعدين هديها شويه صغيرين من الميه، علشان انا بحب اللحمه المفرومه اديها كده شويه من الميه علشان تبدا تستوي معايا. تمام كده، او هسيبها بقى على جنب تستوي، وهبدا ان انا احمر لسان العصفور. شايفين انا اهو حمرتها، حطيت لها معلقه من الصلصه، وبعدين بعد كده هنزل باللحمه المفرومه، وبعدين هننزل عليها بكوبايه من عصير الطماطم، ونقلبهم كويس او مع بعض، ونسيبهم على النار لحد لما يستوي ويتسبك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خطير، ريحته تحفه. تقدروا بقى تاكلوه بالمعلقه او بالعيش، انا بصراحه بنحبه بالعيش مع شويه من المخلل. تقدري تحطي جنبه شويه شيبسي للولاد، بجد خطير. تعالوا بقى للوصفات القمر الجميله دي. صينيه بطاطس بالفراخ مع ملوخيه خضراء وشويه رز. هنقطع اي خضار عندنا في التلاجة، اي خضار هيعمليه تورلي. معايا جزر، معايا خيار، معايا بطاطس، بصلايه، فلفلايه خضراء، بصي اي حاجه عندك. عايزه اقولك الفيديو ده بعنوان نظفي التلاجة بجد. معاكي هنا اخر حاجه اهو شويه بسله كانت مفرزنه في الفريزر، مكعب مرقه دجاج اختياري طبعا، لو مش بتحبيها مفيش اي مشكله. تقدري تحطي شويه من الشوربه، ولو مش حابه مفيش اي مشكله برضو. كده كده احنا هنحط فراخ. الفراخ دي انا بجيبها بالشهر مثلا، بغسلها كويس جدا وبنضفها، وببدا ان انا اتبلها واشيلها في التلاجة، بتبقى زي ما انتم شايفين السهوله كده. عملت جنبها شويه رز بالشعريه وكمان شويه من الملوخيه. عايزه اقول لكم توابل الكبده دي مش عجبتني خالص، يعني انا بصراحه بجيب بتاعه ماي واي احسن منها. المهم ان انا لما جبتها حسيت ان هي لا مش عجباني، حتى خدت منها معلقه واحده بس، المفروض احط الكيس كله. بدات ان انا احط التوابل بتاعتي، انا توابل الكبده اللي انا بجد بحبها بتاعه ماي واي كانت حلوه مش وحشه، بس عادي ممكن نعمل حاجات من البيت. حطيت عليها ملح، حطيت معاها كمون، حطيت معاها كزبره، حطي معاها توم، وحطي معاها رشه بسيطه جدا جدا من الزعتر، حطي عليها الكركم بيكون برضو خطير. بتقلبي كل ده مع بعضه ببشره جوز الطيب، سنه بسيطه جدا جدا من الحبهان، بتكون خطيره جوسي، خطيره اكله مفيش بعد كده، انا بعشقها طبعا. شويه عيش بقى طازه مع الكبده، شويه طحينه، بصل بالسماق اللي انا عملته ده، شيبسي، سلطه خضراء، شويه جرجير، اكله مفيش بعد كده. طيب بعد كده جبنا البصل، حطيت عليه طماطم ايه سوري لحمه مفرومه. هنكت بجد. الاكله دي برضو طاجن كده بيتباع في المحلات، عايزه اقول لكم بمبلغ قد كده، بس هو عباره عن بطاطس وبصل بس، ما بيتحطش بقى فلفل ولا جزر ولا طماطم ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا بس اللي حبيت اعلي القيمه الغذائيه واجود شويه. تمام، هو بيتباع بنفس الشكل ده، عباره عن طبقه بطاطس وبصل واللحمه المفرومه وبس كده. تمام، هنا عملت تتبيله كده زي صلصه، وعصقت لحمه مفرومه وحطيتها على وش الطاجن، بيدخل الفرن بيطلع خطير على فكره، طعمه تحفه جدا، بيتباع بمبلغ قد كده. تقدروا تقدموه مع رز ابيض او تقدموه بعيش على حسب ما انتوا حابين، برضو بيكون طعمه تحفه، شويه طحينه كده وبتكون خطيره. طيب الوصفه اللي بعد كده هي عباره عن شرايح ستيك. دي شرايح ستيك، الشرايح الستيك دي بتكون طريه، ومجرد بس تشويحه كده. انا هعمل ورقه لحمه تشويحه بسيطه بتكون استوت على فكره، عشان كده انا بفضل شرايح الستيك دي في الشوي او في ورقه اللحمه. جبت بصوا القطاعه دي بتدي شكل حلو كده، بتخلي الولاد يحبوا الاكل كده. جبت برضو نفس العنوان اللي احنا لسه قايلينه، اللي هو نظفي تلاجتك.
جبت بطاطس وجزر وكوسه بقى، بس ما كانش فيه كوسه فانا ما حطيتش هنا كوسه. بتجيبي بقى بصل، بتجيبي فلفل، طماطم، اي حاجه من الحاجات الجميله دي. ورقه اللحمه بتحب جوز الطيب فمعلش بنعتذر، هندي بس بشره جوز الطيب، تمام؟ يعني ورقه اللحمه يعني جوز الطيب. حطي بقى فصين حبهان، فصين قرنفل، حطي ورقتين لورا، حطي بقى الستيك اللي انت شوحتيه، مكعبين زبده، معلش هندمر الدايت دلوقتي. حطي بس كوبايه صغيره من الميه، وبتبقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. كده دي اخر وصفه معانا للنهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه. اشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.